مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هي قمة أفريقية ولكن بمذاق مصري هنا في ملعب الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر في إطار الجولة الخامسة وضمن المجموعة الأولى دوري أبطال إفريقيا 2013 والتأهل إن شاء الله لأحد الفرق العربية بعد أن صعد بالأمس الترجي. اليوم صراع الأهلي والزمالك للوصول للقب البطولة وكأس العالم للأندية بالمغرب إن شاء الله في شهر ديسمبر القادم. الأهلي في ملعبه اليوم ب7 نقاط في هذه المجموعة، في طبعا المركز الثاني وحامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة. الفوز يمنح الأهلي إمكانية التأهل دون الانتظار، وإن كان ما زالت البطولة وحسابات هذه المجموعة معقدة. الزمالك الذي يحمل في جعبته 4 نقاط، الفوز الأول له كان على أورلاندو بايرتس في الجولة السابقة. ويبدأ اللقاء اليوم الأهلي بتشكيلته: شريف إكرامي في حراسة المرمى، خط الظهر أحمد فتحي، محمد نجيب، وائل جمعة وسيد معوض، وسط الملعب حسام عاشور وشهاب الدين أحمد، عبد الله السعيد وابو تريكة وليد سليمان، وفي المقدمة أحمد عبد الظاهر. نادي الزمالك في حراسة المرمى عبد الواحد السيد، خط الظهر يتكون من أحمد سمير وحمادة طلبة، أحمد سمير 4، حمادة طلبة 22، محمود فتح الله 20، محمد عبد الشافي 13. ثم في وسط الملعب الثلاثي عمر جابر 19، أحمد توفيق 26، نور السيد 15، والمسمامي أحمد عيد عبد الملك 14، شيكابالا 10، وأحمد جعفر 9. في غياب صلاح سليمان وهاني سعيد، صلاح سليمان إصابة، هاني سعيد للاستبعاد في نادي الزمالك، وأيضا غياب كل من عماد متعب للإصابة في النادي الأهلي، وأيضا اللاعب الموقوف اللاعب رامي ربيعة. بدون جماهير، قمة الصمت نتمناها تكون قمة الحضور في الملعب من اللاعبين ويكون متعة حاضرة. نذكر بأن مباراة الذهاب 1-1 كان في هذا الملعب أحمد جعفر للزمالك وأبو تريكة للأهلي، وهنا خطأ على نور السيد. طاقم تحكيم بقيادة الحكم اليوم نيانتا الكاميروني، معه كل من إيفرستو من كوندي أيضا من الكاميرون، بيتر إيديبي الحكم المساعد الثاني النيجيري، وجيروم ميندانج الحكم الرابع أيضا من الكاميرون. برنارد من طبعا مراقب حكام من بوروندي، ومحمد عبد اللوي من تشاد هو مراقب المباراة، وآدامون النيجيري منسق هذه المباراة. بداية اللقاء وبداية المباراة، نادي الأهلي بخبراته بانتصاراته ببطولاته بألقابه في الأعوام الأخيرة 7 ألقاب في هذه البطولة، ونادي الزمالك 5 ألقاب، آخرهم كان على حساب الرجاء البيضاوي المغربي في عام 2002. أولى الكرات خارج منطقة الجزاء، حكم اللقاء اللي أمامنا من الحكام المعروفين بالجرأة وبالقوة ويستخدم السبراي أمامنا هو يرش عشان ال10 ياردات. كان له يعني الحظ انه يحكم النهارده وكان مرشح لمباراة الذهاب، لكن لتجميد نشاط الكاميرون بقى لم يحكم. ادي كرة من ابو تريكة واول اختبار لعبد الواحد السيد، اول كرة من محمد ابو تريكة، نشر هدف في لقاءات الزمالك 3 منها في اللقاءات الافريقية. وامامنا هنا الكرة على طول يطلعها الى خارج الملعب، تبقى اول ركلة ركنية لصالح النادي الاهلي، اول اختبار لعبد الواحد. وادي امامنا احمد فتحي والعرضية الخطيرة جدا يطلع فتح الله، وادي امامنا عمر جابر في وسط الملعب. البداية ليس كالمعتاد، دائما كان يبدأ نادي الزمالك في اللقاءات الأخيرة بالتفوق ويسجل والأهلي يعود ويعادل أو يفوز. ادي امامنا استلام وكرة خطرة جدا أحمد عبد الظاهر، لكن تطلع إلى خارج الملعب. كرة أبو تريكة في الدقيقة الثانية من خارج منطقة الجزاء، كان اول اختبار. ادي امامنا هنا وائل جمعة شكوك في المشاركه، وادي احمد عبد الظاهر يخطئ هذه الكره السهله الملعوبه حلوه قوي من وائل جمعة، وادي اعاده لكره ابو تريكة، وعلى طول تصدي رائع جدا من عبد الواحد السيد حارس المرمى صاحب الخبرات الكبيره مع نادي الزمالك. شيكابالا واللعب خلف الاطراف خلف سيد معوض، وادي انطلاقه حلوه وانفراد، واول اهداف في اللقاء جول، اول اهداف في اللقاء جول. ادي امامنا عمر جابر، الزمالك يلعب خلف مدافعي النادي الاهلي، كرة خلف المدافع كان متقدم سيد معوض، وانطلاقه حلوه قوي. شيكابالا يضع التمريره الاماميه ويسجل على طول عمر جابر في الدقيقه الرابعه من بدايه اللقاء، انفراد حلو قوي. بص شوف شيكا بيعمل ايه، الزمالك مركز على نقاط ضعف النادي الاهلي، وادي امامنا فرق السرعه ما بين نجيب وعمر جابر، ويحطها على القدم الثابته لشريف اكرامي عشان يتقدم الفارس الابيض باول اهداف هذه المباراه. الزمالك يتقدم على الاهلي في هذه المجموعه، فوز ليوبار بالامس على اورلاندو،
يعني جعل إمكانية أن يكون الفرق الأربعة برصيد 7 نقاط ويبقى الحسم في الجولة الأخيرة. نتمنى إن شاء الله يكون الأهلي والزمالك يعني في المربع الذهبي. تأهل النادي الترجي الرياضي التونسي بعد فوزه على ريكرياتيفو الأنجولي بالأمس 3-2 في مجموعته اللي فيها القطن الكاميروني، وأيضا ريكرياتيفو وسيوي الفريق الإيفواري اللي بيلعب في هذه المجموعة الثانية. الأهلي حامل اللقب، الزمالك متقدم على الأهلي بهذه النتيجة حتى الآن. هدف لعمر جابر من تمريرة سريعة جدا من شيكابالا. الأهلي بدأ يضغط، فرصة للأهلي لتريكا من كرة ثابتة، وأيضا عرضية وائل جمعة لعبد الظاهر لم تستغل. ارتدت الهجمة للزمالك، اتعملت سريعة جدا واتعملت في المساحة وعلى طول سجل منها عمر جابر أول أهداف هذه المباراة وأول أهدافه في لقاءات القمة. أدي أمامنا هنا بنتابع استلام النادي الأهلي، محمد أبو تريكة النادي الأهلي يحاول. أبو تريكة طبعا يعني تألق في لقاء غينيا مصر بنسبة 100% في مجموعتها في كأس العالم، مجموعة اللي تفوقت فيها مصر من خلال الفوز على غينيا وزيمبابوي وأيضا موزمبيق والتأهل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم. ادي وليد سليمان، لاعبين المميزين أو وليد سليمان بأدائه وبتحركاته وبلمساته الممتازة الحقيقة. عنده هدفين في هذه البطولة، سجل في مرمى فريق نادي ليوبار. الأهلي فاز على ليوبار مرتين وخسر من إرلاندو وتعادل مع الزمالك دلوقتي 7 نقاط. الزمالك خسر أمام فريق نادي ليوبار وخسر أمام أورلاندو، ولكن تعادل مع الأهلي وفاز في اللقاء السابق على فريق أورلاندو. ويبقى للأهلي مواجهة أورلاندو بايرتس الفريق الجنوب إفريقي في الجولة الأخيرة، ويعني طبعا مواجهة هتكون قوية. وايضا نادي الزمالك يستضيف فريق نادي ليوبار. ادي امامنا هنا وائل جمعة، ادي وائل. احمد جعفر كان صاحب الهدف في لقاء الذهاب. ادي امامنا احمد جعفر 3 اهداف في مرمى الاهلي في لقاء 3-3 في الدوري، وكان 2-2 ايضا سجل في لقاء 1-1 افريقيا في اللقاء اللي جمع ما بين الفريقين في اطار الجوله الاولى لهذه المجموعه. ادي كوره ملعوبه حلوه احمد جعفر. شوف حضراتكم بقى الجماهير، بقول لحضراتكم قمه الصمت، ولكن حتى الان المباراه باديه قويه جدا. شوف هنا استلام ومفيش ضغط من وائل جمعه، يلف حلو قوي احمد جعفر، لكن كورته تطلع الى خارج الملعب بجوار المقص. كوره جميله جدا من نادي الزمالك المتقدم بهدف لعمر جابر بعد مرور 4 دقائق. عمر جابر وسط الملعب، مين يتحكم في وسط الملعب، مين يسيطر على وسط الملعب. وادي امامنا هنا محمد عبد الشافي، احمد عيد. الاستلام والتحركات من لاعبي نادي الزمالك، الهدف يدي ثقه. وامامنا الكره ملعوبه خلف المدافعين، سيد معوض يضغط شيكابالا، وادي احمد جعفر ترجع قويه شويه. شريف اكرامي، ادي شريف اكرامي مستوى رائع الحقيقه في الفتره الاخيره مع المنتخب، ويعني الحقيقه عليه امال كبيره جدا شريف اكرامي. ومدربه طارق سليمان نادي الاهلي، السيد عبد الحفيظ هو مدير الكوره، محمد يوسف المدير الفني للفريق مع علي ماهر واحمد ايوب وطارق سليمان ودكتور ايهاب علي وابو العلا. نادي الزمالك الكابتن حلمي طولان، ومعه كل من اسامه نبيه وايمن طاهر وحماده انور ومصطفى المنيري وعمرو المطراوي ومحمد السيد واحمد السيسي اداري طاقم الجهاز الفني لنادي الزمالك. وسط ملعب النادي الاهلي استلام ابو تريكه الى حسام عاشور عبد الله السعيد الى ابو تريكه مره ثانيه. ابو تريكه محور اداء النادي الاهلي، تمريرتين في مباراه غينيا بهدفين لما فازت مصر على غينيا ب4-2. حسام غالي سجل وابو تريكه واللاعب طبعا محمد صلاح، ولا ننسى هدف كان لعمرو زكي. كرة ملعوبة، محاولات من جانب نادي الزمالك، استخلص كرة حلوة قوي هنا احمد فتحي. تحركات لاعبي النادي الاهلي بقى في العمق، وليد سليمان وممكن التعادل. يا ولد هنا المساحات في وسط ملعب نادي الزمالك، والتعادل من وليد سليمان في الدقيقة 9 ملعوبة حلوة وهدف شبيه بالهدف اللي سجله في مرمى ليوبار. وامامنا هنا على طول السعاده، شوف الكره الملعوبه في العمق وقطع حلوه قوي. عارفين نقاط ضعف بعض، الاوراق مكشوفه، لم يراقب، لم يضغط فتح الله ولا عبد الشافي. وليد سليمان يهرب وبيسراه جميله حلوه في المقص. هدف التعادل، مباراه قمه بالفعل، والتعادل 1-1 بعد 9 دقائق. عمر جابر في الدقيقه 4، وليد سليمان في الدقيقه 9. ويبدو ان الاوراق مكشوفه وكل شيء واضح، لان كثره المباريات ما بين الفريقين كما قال وائل جمعة كابتن النادي الاهلي، تحدث عن ان النادي الاهلي ابطال افريقيا مع الاحترام للزمالك، نسعى للاحتفاظ باللقب
وتحدث ايضا عن كثره المهارات وحفظ الفريقين لبعضهم البعض نتيجه بقى اللعب المتكرر ما بين الفريقين في هذه البطوله. وكما نعلم اللقاءات الافريقيه 8 لقاءات، الاهلي فاز في 4 والزمالك فاز في لقاء، وكان التعادل في 3 لقاءات. الزمالك فاز في لقاء وحيد افريقيا كان لقاء السوبر اللي كان في جوهانسبرغ بهدف لايمن منصور، ايمن السوبر في عام 94. كرة ملعوبة على طول، وليد سليمان. الاهلي يعادل عن طريق وليد سليمان، يسجل 3 اهدافه في البطولة. سجل بألوان بتروجيت في مرمى الزمالك لما فاز بتروجيت على الزمالك 2-1 في 2009. كان سجل في تلك المباراة هو والبديل الموجود السيد حمدي في النادي الاهلي. بدلاء النادي الاهلي النهارده، بدلاء النادي الاهلي احمد عادل عبد المنعم. نشوف الكرة دي، اولا ادي اختراق من العمق، تدخل قوي وخطأ على نادي الزمالك. ادي اليوم ما بيفوتش حاجة حكم لقاء اليوم، كان مفروض يحكم مباراة الزمالك والاهلي الاولى في المجموعه اللي كانت في الجوله الاولى، لكن طبعا لتجميد النشاط عين جمال حمودي الجزائري، وامامنا الحكم بقى اللي كان شارك في افريقيا الاخيره وادار بوركينا زامبيا وادار ايضا كوت ديفوار توجو وربع نهائي ما بين جنوب افريقيا المنظمه ومالي، وشارك في كاس العالم للشباب في تركيا وادار لقاءات السلفادور مع كولومبيا والاورجواي مع كرواتيا. ادار مباراه مصر والمغرب تصفيات الاولمبياد 2012، وادار ايضا مصر وغينيا في تصفيات كاس العالم 2014. حكم ليس بغريب عن الملاعب المصريه. 1-1 النتيجه. عمر جابر للزمالك في الدقيقه 4، وليد سليمان في الدقيقه 9، والكرات الثابته النادي الاهلي يتحصل عليها. تدخل كان قوي جدا مع شهاب الدين احمد. ادي الكره الثابته، ونشوف امامنا التسديده ملعوبه حلوه قوي، ملعوبه حلوه الكره مركونه لكن تطلع الكره الى خارج الملعب. ادي كره في منتهى القوه من شهاب، عنده هدف افريقي شهير في مرمى الاتحاد الليبي في 2010. امامنا هنا شهاب الدين احمد. ادي عبد الله السعيد، عبد الله السعيد من اللاعبين اللي بيسددوا بطريقه رائعه. ادي عبد الله السعيد صاحب هذه التسديده. عبد الله السعيد سجل لنادي الاسماعيلي في مرمى نادي الزمالك في 2006 وفي 2010، لكن لم يسجل حتى الان في القمه. كره خطيره كانت من عبد الله السعيد، كرات الثابته، واحده من تريكا في الدقيقه الثانيه، واحده من عبد الله السعيد في الدقيقه 12، وكان ايضا عرضيه لوائل جمعه اللي راحت لعبد الظاهر لكن يعني لم يحسن التعامل معها. رد الزمالك بهجمه سريعه وسجل عن طريق تمريره شيكابالا خلف دفاع النادي الاهلي. انطلق عمر جابر وحطها في الزاويه الضيقه لشريف اكرامي، ثم بعد ذلك الاهلي سجل عن طريق وليد سليمان بمهاره عاليه جدا. وليد سليمان اللي دخل في عمق الدفاعات ودخل في المساحه الخاليه والربع الخالي في دفاعات الزمالك، وسجل التعادل في الزاويه اليمنى العليا لمرمى عبد الواحد السيد. هذه هي المحصله وهذه هي النتيجه. والزمالك شفنا له كره ايضا من احمد جعفر بعد الهدف مباشره من رمي التماس، لفها بجوار المقص الايسر لمرمى شريف اكرامي. اليوم نيانت حكم مباراة اليوم، كما نتابع اليوم نيانت امامنا حكم الكاميروني. كرة ملعوبة محمود فتح الله احمد عيد تدخل على طول، كرة تطلع لخارج الملعب من احمد فتحي، جابها يسرى لنادي الزمالك عبد الشافي واحمد عيد، الجبهة اليمنى احمد سمير وشيكابالا، وبنشوف عمر جابر ونشوف دور بقى شيكابالا في وسط الملعب اكتر. ادي لمسه من احمد جعفر في وسط الملعب، نور السيد يسند على طول عمر جابر نور لاحمد سمير. شكوك حول مشاركه احمد سمير، ولكن بيلعب احمد سمير، لكن غاب اليوم صلاح سليمان للاصابه، بالاضافه لهاني سعيد المستبعد لمستحقاته الماليه طبعا واثبت مستحقات نادي الزمالك. المشكله بقى اللي بتواجه اللاعبين. ادي امامنا هنا احمد فتحي بخبره كبيره قوي. ادي احمد فتحي قضى فترة قصيرة مع هال سيتي، جده انتقل إلى هال سيتي بالمناسبة، وحسام غالي إلى ليرس. نادي الزمالك صبري رحيل للنادي الأهلي ومنضومه إلى الرائد، وأيضا إبراهيم صلاح للعروبة، بالإضافة لسيسي للاتحاد الليبي، ورزاق يعني خرج ولم يعد، بالإضافة لاتفاق مع الجهاز الفني لأحمد مجدي بعدم الاستمرار لأنه لم يجد نفسه سيشارك أساسيا في الفترة القادمة. ادي امامنا هنا احمد فتحي، خبرات كبيره قوي في الملعب، مهارات، التفاصيل الدقيقه هي اللي بترجح كفه اي من الفريقين، السعي للفوز واضح. ادي امامنا المساحه ويلم حلو احمد عبد الظاهر وفرصه، لكن احمد عبد الظاهر يتكتل على الدفاع. هذه المره ترتد النادي الاهلي ماسك وسط ملعب الزمالك بيلعب على المرتدات. وادي امامنا هنا الاستلام، محاوله المرور ومحاوله المراوغه، ترجع على طول عبد الله السعيد وحسام عاشور. وادي امامنا هنا الدور بقى المهم، ابو تريكه يلف ويسدد، ابو تريكه تصل وليد سليمان اخطر لاعبي النادي الاهلي كما قال كابتن حلمي طولان، يخشى وليد سليمان وايضا ابو تريكه
اللاعب امامنا هو محمود فتح الله ما قالش هيطلع الكره ركله ركنيه ثانيه لصالح النادي الاهلي. في ارتباك في النادي الزمالك حاليا لان الاهلي بدا يمسك وسط الملعب وبدا يسيطر. تحركات عبد الله السعيد في اليسار، وليد سليمان في اليمين، ومحمد ابو تريكه، لكن لسه نور احمد عبد الظاهر مش حاسين بيه في اللقاء. احمد عبد الظاهر اللي بيلعب مع النادي الاهلي قادما من نادي امبي، وادي كره راسيه هنا على طول هدف احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر نشعر به في هذه اللقطه، والهدف ظاهر بالالوان الحمراء، والهدف هنا في مرمى نادي الزمالك ياتي في الدقيقه 15. احمد عبد الظاهر من الركنيه اتلعبت حلوه قوي من النجم احمد فتحي، وهنا بلا رقابه وبدون اي تدخل من لاعبي نادي الزمالك سواء من حماده طلبه او من محمد عبد الشافي، ويركنها حلوه قوي احمد عبد الظاهر عشان يسجل في مرمى نادي الزمالك. امامنا هنا هدف التقدم للاهلي. الزمالك يتقدم بهدف لعمر جابر، ثم يعادل وليد سليمان في الدقيقه التاسعه بهدف جميل جدا، ثم الرأسيه الموجهه في هذه اللقطه في الدقيقه 15 من عمر هذه المباراه ليتقدم الاهلي بهذه النتيجه 2-1 في قمه قد تكون الاغزر اهدافا في تاريخ لقاءات القمه الافريقيه وحتى القمم التي لعبت ما بين الفريقين. 2 الاهلي 1 الزمالك حتى هذه اللحظه بعد ما تقدم الزمالك. هنا امامنا رده الفعل للاعبي نادي الزمالك، ادي استلام احمد عيد تهرب منه تطلع الى خارج الملعب. استعجال الفوز لدى نادي الزمالك الدائم. الزمالك يتقدم ثم يتراجع ويحاول ان يحافظ على الهدف اللي سجله. الاهلي يستغل هذا التراجع ويلعب ويتسيد الملعب ويسيطر على وسط الملعب، لان دفاع نادي الزمالك ووسط ملعب نادي الزمالك ليس هناك رقابه دقيقه، بل ان هناك تركيز اكثر على النواحي الهجوميه التي لم تصفر الا على هدف عمر جابر من هجمه مرتده في الدقيقه الرابعه، ولكن عادل وليد سليمان للاهلي في الدقيقه التاسعه، ثم سجل احمد عبد الظاهر بضربه راسيه وسط يعني دفاع نادي الزمالك اللي لم يجد اي وسيله لايقاف هذا اللاعب. ادي قلنا شيكابالا بالوجه القدم الخارجي، كره شيكابالا لكن شريف اكرامي على طول. ادي امامنا شيكابالا قضى فتره مع فريق نادي الوصل، ايضا ابو تريكه قضى فتره مع نادي بنياس. توقف النشاط، تجميد النشاط كما نعلم للظروف الحاليه. اللهم احفظ مصر من كل شر ومن كل سوء، اللهم احفظ مصر من كل شر ومن كل سوء، ونتمنى ان شاء الله عودة النشاط الرياضي وعودة الحياة الطبيعية في الشارع المصري في ظل طبعا وجود حظر التجوال الحالي للظروف اللي حضراتكم عارفينها. ادي امامنا احمد عيد وحظر التجوال من جانب لاعبي ومدافعي الاهلي، لكن نجح عمر جابر في استغلال الهفوه. وادي امامنا هنا محمد عبد الشافي العيد يشيل عيد على طول، لا لم عيد. وادي امامنا احمد فتحي حكم اللقاء بيصفر، وامامنا هنا تدخل قوي قوي من احمد فتحي مع احمد عيد عبد الملك. ادي احمد عيد، ادي الحكم اليومنيانت معروف بالحزم والجرأة ومفيش نقاش مع حكم المباراة. وامامنا هنا النتيجة 2 الاهلي 1 الزمالك. ادي عمر جابر سجل لاول مرة في لقاءات القمة، وايضا النهارده يسجل وليد سليمان بقى في قمة الاهلي والزمالك، لانه سبق ان سجل مع بتروجيت لكن يسجل بالوان النادي الاهلي. وكذلك احمد عبد الظاهر ايضا يسجل لاول مره في لقاءات القمه، النجم طبعا السابق لفريق نادي امبي اللي انتقل للاهلي في يناير من العام الحالي. عمر جابر الزمالك يحاول العوده، حضور الجماهيري طبعا مؤثر، لكن النتيجه حتى الان 2-1 وممكن التعادل هنا تاتي لحماده طلبه. هديه من دفاعات الاهلي، وحماده طلبه لم يصدق نفسه ولكن تطلع كوره الى ركله ركنيه. ادي عرضيه عمر جابر، ومشكله الكرات العاليه مشكله كبيره قوي على منتخب مصر في المباراتين القادمتين اللي اهلونا ان شاء الله لكاس العالم 2014، ونتمنى ايضا التوفيق لتونس والجزائر. ادي امامنا الراسيه هنا وتعدي من الاثنين، تعدي من حماده طلبه وتعدي من محمود فتح الله وتطلع رامي التماس. فرصه كبيره قوي ضاعت من نادي الزمالك، لم يصدق نفسه حماده طلبه انه في مواجهه المرمى. ادي كره عمر جابر وتعدي من دفاع النادي الاهلي، لمس عبد الظاهر ووائل جمعه يشيل تصطدم في حماده طلبه، وكاد ان يسجل حماده طلبه هدف بالصدفه. ولكن امامنا هنا شوف الكرات الثابته مشكله كبيره قوي للدفاعات المصريه، لان النادي الاهلي ونادي الزمالك يعني الدفاعات بتتشكل من اغلبها من لاعبي الاهلي. وزي شفنا اداء ادم العبد اللاعب اللي بيلعب في
انجلترا وشفنا مستواه واداؤه في المباراه السابقه. ده منتخب مصر طبعا في غياب وائل جمعه اللي اراحه الجهاز الفني وعدم اختيار فتح الله واصابه وغياب ايضا احمد حجازي. شريف اكرامي يلعب على طول 2-1 لصالح النادي الاهلي حتى الان في اللقاء. ادي امامنا احمد سمير، عمر جابر وسط الملعب يضغط عمر جابر، احمد سمير مره ثانيه. نادي الزمالك بدا يمسك كره، بدا يدخل في اجواء اللقاء، لكن الاهلي متقدم 2-1. سيد معوض بيسلم على طول الى شهاب الدين احمد، شهاب يمرر عايز يعمل هات وخد شهاب، لكن يضغط وسط ملعب نادي الزمالك احمد توفيق في وسط الملعب مع نور السيد مع عمر جابر، تصل الى وائل جمعه. محمد نجيب شارك في لقاء غينيا مع ادم العبد لما فزنا ب4-2 في اخر لقاءات مصر في مجموعتها بقى للتاهل للمرحله الثالثه اللي ان شاء الله يكون من خلالها التاهل لكاس العالم. مصر شاركت 34 وشاركت ايضا في عام 90 وتتمنى المشاركه، وهي صاحبه 7 القاب في افريقيا، رقم قياسي للمنتخب المصري. امامنا هنا احمد عيد، المساحات خلف احمد فتحي وخلف سيد معوض، وادي امامنا عيد عايز يلعب العرضيه، يلعب عرضيه حلوه عيد على القائم الاول، لكن متاخر في اللقطه الماضيه. امامنا هنا احمد جعفر وتدخل من محمد نجيب واحمد جعفر، لكن تطلع الكره الى خارج الملعب. ادي عيد يلعب على القائم الاول، التحرك متاخر قوي من النجم احمد جعفر، وتطلع الكره بعد ما لمس احمد جعفر الى خارج الملعب الى ركله مرمى. يلعبها شريف اكرامي 21 دقيقه، 2 الاهلي 1 الزمالك حتى الان في هذه المباراه. 2-1 قوات الافريقيه ما بين الفريقين. نادي الاهلي بعد ما فاز الزمالك بهدف ايمن منصور 94 في السوبر، الاهلي في نصف نهائي 2005 فاز 2-1 وفاز ايضا 2 لا شيء، والاهلي فاز باللقب حساب النجم الرياضي الساحلي. في 2008 ايضا التقي في المجموعات، الاهلي فاز 2-1 والتعادل كان 2-2 والاهلي فاز باللقب حساب القطن الكاميروني. 2012 الاهلي فاز بهدف لابوتريكا وكان التعادل 1-1 محمد ابراهيم ومحمد بركات، وكان بقى لقائهم السابق اللي كان انتهى بالتعادل 1-1 بين الفريقين بقى في الجولة الأولى لهذه المجموعة الأولى. هنا أمامنا بنتابع نادي الأهلي متقدم، الزمالك حمادة طلبة للعب النهارده نظرا لإصابة صلاح سليمان وغياب صلاح سليمان. ادي وسط ملعب نادي الزمالك نور السيد الى عمر جابر، اتحرك له حلو قوي شيكابالا، خد مع دفاع النادي الاهلي. ادي احمد جعفر عايز يعملها هات وخد مع عمر جابر، لكن على طول دفاع الاهلي يتكتل بقى يغلقوا العمق، وهذه الهجمه من الجانب الايسر. سيد معوض فاضله ما بين سيد معوض واحمد شديد قناوي، لكن خبرات سيد معوض هي تعطيه التفوق. يعني جديد قناوي الدولي بيلعب مع منتخب مصر، وسيد معوض يلعب مع النادي الاهلي، وحماده طلبه يطلع الكره رامي التماس. الاهلي بدلاءه احمد عادل عبد المنعم، احمد شديد وشريف عبد الفضيل ودومينيك وتريزيجيه والسيد حمدي واحمد شكري. بحين بدلاء نادي الزمالك في لقاء اليوم جنش، حازم امام، احمد حسن، اسلام عوض، محمد سعيد قطه ومحمد ابراهيم واحمد ناصر، وزي ما ذكرت هاني سعيد استبعاد وصلاح سليمان مصاب. الاهلي غياب متعب للاصابه وايضا للايقاف رامي ربيعه. عبد الواحد السيد يمسك على طول، عبد الواحد، ادي عبد الواحد السيد حارس المرمى، غاب عن لقاء ليوبار اللي كان خسروا الزمالك 0-1، وايضا عن لقاء اورلاندو اللي الزمالك خسروا 1-4، وبالتالي كان طبعا مشاركه جنش. ادي كره وتسديده من ابو تريكه الى خارج الملعب. شفنا بدايه قويه جدا في اول ربع ساعه وشفنا 3 اهداف، لكن اللقاء بدا يهدأ والنادي الاهلي يتحكم في يعني رتم اللقاء. الاهلي بيهدي الملعب لانه متقدم، عكس الزمالك لما كان متقدم كانت خطوطه يعني مفتوحه ومستعجلين الفوز ومستعجلين على التراجع للاحتفاظ بالتقدم المبكر. وامامنا هنا استلام احمد عيد يحاول، احمد عيد يمرر على طول شيكابالا يستلم تحت ضغط، يلعبها على طول. هنا بقى الجمله المره دي بقى محمد نجيب عامل عمق دفاعي، مقطوعه الكوره، سيد معوض، حسام عاشور بدا يساعد محمد نجيب ووائل جمعه ويعمل عمق دفاعي امامهم. تعدي الكوره فتح الله يترك الكوره على طول عبد الواحد السيد. الزمالك لا مجال للخساره لانها تعني الخروج دون بقى يعني الانتظار لما هو قادم، في حين فوز الزمالك يعطيه امل كبير جدا في التاهل، وتعادله ايضا يبقي الامال، في حين النادي الاهلي الفوز كما قال المدرب الفني للفريق محمد يوسف النقطه ال10، لان الزمالك خطر جدا، ويعني اكد على خطوره عيد وشيكابالا وطبعا عمر جابر، والبديل النهارده محمد ابراهيم. محمد عبد الشافي يلعب رامي التماس،
شفنا تحرك وليد سليمان، تحرك رائع، ويعني واضح تعليمات محمد يوسف والجهاز الفني اتحرك ازاي يستغل الهفوه الدفاعيه. ونادي الزمالك ايضا لعب على المساحات اللي خلف طرفين الملعب، وبالتحديد سيد معوض في هدف الزمالك الوحيد. ادي امامنا هنا دفعه من احمد فتحي وخطا لصالح احمد عيد عبد الملك. احمد عيد عبد الملك سجل في اللقاء الماضي في مرمى ليوبار. امامنا احمد عيد هدفه الافريقي من ركله الجزاء. ادي الكره الثابته لصالح الزمالك. حكم مباراه اليوم امامنا عمره 41 عام اليوم، نيانت الحكم الكاميروني حكم مباراه اليوم. احمد جعفر، وتقدم الاهلي حتى الان في هذه المباراه بهدفين مقابل هدف. عمر جابر سجل للزمالك في الدقيقه الرابعه، وعادل وليد سليمان في الدقيقه التاسعه، ثم سجل احمد عبد الظاهر براسيه بعد ربع ساعه من عرضيه احمد فتحي، ويعني ارتقى اعلى الجميع دون تدخل من حماده طلبه او من عبد الشافي، ودون خروج ايضا عبد الواحد السيد في المنطقه بقى يعني اللي هي ايه اللي يفوت فيها يموت. ولكن حتى الان 2-1 الاهلي متفوق في الاداء ومتفوق في النتيجه على نادي الزمالك حتى هذه اللحظه من المباراه. خبرات لاعبي النادي الاهلي واستقرار النادي الاهلي يعني يجعل طريق الانتصار اسهل في ظل ان الالقاب النادي الاهلي بقى في الاعوام الاخيره ومسيطر على الالقاب محليا وافريقيا، في حين الزمالك اخر القابه كاس مصر في 2008. تدخل قوي جدا من احمد توفيق، وحكم اللقاء امامنا هنا هادئ عارف حساسيه اللقاء. لو في جماهير بقى كنا نسمع الاهات، المدرجات الخاليه يعني مشكله، الدراجات الخاليه مشكله الجماهير، ونعلم جماهير تجاوزت فخدت عقوبات، مباراتين للنادي الاهلي بدون جماهير و30,000 دولار. ونعلم بقى تاثير الغياب على الابداع والمهارات والتفاعل والحماس. يعني هل ينفع ان يعني لا يحضر الجمهور؟ اعتقد الجمهور ويتحمل جانب كبير من هذه الاسباب، ونتمنى ان شاء الله عوده النشاط والحياه للملاعب المصريه بوجود الجماهير. ادي الفرصه اللي كانت من الممكن ان تكون هدف التعادل، وشريف اكرامي تالق فيها الحقيقه. شريف اكرامي انقذ الكره اللي كانت ممكن تاتي بهدف التعادل وائل جمعه، ولكن شريف اكرامي يبعدها بيقظه كبيره جدا وبتالق كبير جدا. الاثنين مدربين حراس مرمى مميزين قوي، ايمن طاهر الموجود مع نادي الزمالك، وايضا طارق سليمان، وكان قبلهم احمد سليمان، وفي النادي الاهلي احمد ناجي. وادي امامنا النادي الاهلي خطوره كبيره، ابو تريكه يتقدم لكن يسقط داخل منطقه الجزاء، وتبدا هجمه زملكاويه، استلام من احمد جعفر وعدى حلو قوي من وائل جمعه، ويمرر على طول لاحمد عيد. احمد عيد يحاول، احمد عيد يبحث عن شيكابالا البينيه لاحمد جعفر، لكن سريعه وقويه لازم احمد جعفر ينطلق فيها. احمد جعفر انتظر، هي الكرات دي عايزه يكون في ربط، في تفاهم لما يعني يستلم، وواضح ان يلعبها له خلف المدافعين. شفنا عمر جابر انطلق ازاي في كره هدف نادي الزمالك الاول في اللقاء والوحيد للزمالك بتمريره شيكابالا، لكن المره دي بقى احمد جعفر لم ينطلق، والنتيجه ما زالت 2 الاهلي 1 الزمالك حتى الان. احمد فتحي رمي التماس، ثبات تشكيل في النادي الاهلي، نادي الزمالك ايضا في ثبات في التشكيل رغم الازمات اللي مر بها نادي الزمالك في الفتره الماضيه، ومشاكل المستحقات ومشاكل يعني اللاعبين ورواتب اللاعبين وهذه الامور. الاهلي رتب اوراقه داخليا، خفض عقود بعض اللاعبين الى النصف، لم نسمع ولم يعني تحدث مشاكل، واللي يعني ما قدرش يكمل خلاص ترك الفريق، ودي سنه الحياه. وامامنا هنا بنتابع الكره لصالح نادي الزمالك، وفيها ركله حره غير مباشره كما نتابع حكم اللقاء لصالح النادي الاهلي. ادي امامنا هنا احمد ايوب في المنطقه الفنيه، كابتن حلمي طولان من ابناء نادي الزمالك الاوفياء الحقيقه، اللي يعني تولى تدريب نادي الزمالك اكثر من مره كمعاون وكمساعد، ودرب بقى يعني اكثر من فريق، حرس الحدود والاتصالات واهلي بني غازي واتحاد الشرطه وحرس الحدود. ونعلم طبعا بقى انه اتى ليحقق امال الجماهير الزملكاويه، لان الزمالك في الاعوام الأخيرة يعني شفنا له بطولة كاس مصر فقط في 2008، لقب الدوري الأخير 2004، وأبطال إفريقيا الأخيرة كانت في 2002. شيكابالا في مشوار وفي انطلاقة، وسيد معوض، ولكن خطأ على شيكابالا سجل في الأهلي فقط في نهائي الكأس 2007 لما الأهلي فاز في لقاء دراماتيكي 4-3. ادي امامنا هنا الدافع من الخلف، وسيد معوض يديها بقى الجانب التمثيلي ويسقط في أرضية الملعب، وخطأ لصالح سيد معوض. هذا اللقاء شفنا ربع ساعة
يمكن من اللقاءات الأخيرة، يمكن أمتع ربع ساعة في اللقاءات الأخيرة، لكن كانت حافلة بالأخطاء من جانب الفريقين. نادي الأهلي استثمر أخطاء دفاعات نادي الزمالك، سجل هدفين. الزمالك استثمر أخطاء دفاع النادي الأهلي وسجل هدف وحيد، هو هدف عمر جابر في الدقيقة الرابعة، في حين عادل وليد سليمان للأهلي في الدقيقة 9 وتقدم للأهلي أحمد عبد الظاهر برأسية في الدقيقة 15. احمد جعفر متفوق في الكرات العاليه حتى الان. احمد جعفر وسط الملعب، شهاب يمرر شهاب بالخطا، ضمم لجوه المره دي. عبد الشافي لم بمهاره عاليه قوي نور، لكن خطر جدا نور الى حماده طلبه يحاول المرور. شوف التحركات بدون كره من لاعبي نادي الزمالك فيها بعض من العشوائيه. يعني هنا الاستلام والانتشار في اللقطه الماضيه لما نور استلم ما شفناش احمد سمير قرب وحماده طلبه، وادي امامنا النتيجه، الكره تطلع الى خارج الملعب. مهم قوي التنظيم في الملعب، تنظيم الاداء، تنظيم الدفاعي، تضييق المساحات، الضغط في وسط الملعب، استغلال الفرص والتوفيق مهم جدا في كرة القدم. لكن مباريات القمة زي ما قلنا هي مباريات التفاصيل الصغيرة، التفاصيل الدقيقة. اللي يستغل هذه التفاصيل هو اللي يفوز، هو اللي يتفوق، وهو اللي يتأهل، لأن مباراة الثلاث نقاط الغالية جدا حتى الآن في هذه المباراة. الزمالك يبحث في لقاء اليوم عن الفوز لتجديد الآمال والتساوي برصيد 7 نقاط، أو التعادل على أن تبقى الجولة الأخيرة يعني ليها دور في الحسم. نادي الأهلي عايز يفوز ويصل إلى 10 نقاط ليضمنوا له بشكل كبير قوي التأهل. وأمامنا هنا بنتابع المحاولة الاستلام وتغيير الاتجاه. سيد معوض يلعب عرضية، محمود فتح الله يطلع بقلشة، تبقى ركلة ركنية الثالثة لصالح النادي الأهلي. كرات الثابتة النادي الأهلي خطيرة جدا. شفنا كرة تريكة في بداية اللقاء اللي بجوار كان أنقذها عبد الواحد السيد، وشفنا كرة عبد الله السعيد في الدقيقة 12 اللي كانت بجوار المقص الايمن لمرمى نادي الزمالك، مقص الايسر لمرمى نادي الزمالك. ركنيه الثالثه النادي الاهلي على القائم الاول على طول، راجع احمد جعفر. ادي امامنا هنا الجونه، الغردقه، السياحه المصريه. يعني الغردقه من المناطق الجذب السياحي الكبيره جدا، لكن الشكوى الكبيره من رجال السياحه بعدم وجود، واحنا بنعمل دعوه بالظهور بقى في هذه الاماكن للمصريين وحتى لاخوه العرب والاجانب، لان يعني المنطقه بقعة ساحرة، سواء الجونة، الغردقة، سهل حشيش، مكادي، خليج مكادي، يعني مناطق جميلة جدا في الغردقة وشرم الشيخ ايضا. يعني هنا انطلاقة خطرة جدا، عرضية احمد فتحي، خطير احمد فتحي، عبد الواحد السيد بقبضة الايد، وادي امنا استلام وتسديدة. يا ولد ابو تريكة كرة خطرة جدا، كرة خطيرة. ابو تريكة ترتطم في يعني فين؟ ادي امامنا الكرة الملعوبة عبد الله السعيد. ادي عبد الله السعيد بقى هو المرة دي برضه عبد الله السعيد، الكرة بتعنده عبد الله السعيد، استلام حلو قوي ومرجح رجله عبد الله السعيد ويسدد كرة ترتطم في العارضة. كرة للنادي الاهلي كانت تبقى 3-1 وتزداد الامور صعوبة، لكن 2-1 الزمالك كان محظوظا في هذه اللقطة. عبد الله السعيد كرة خطرة جدا في الدقيقة 32 ترتطم في عارضة نادي الزمالك. ادي عمر جابر، شوف كرة حلوة قوي عبد الله السعيد، المساحة معاه احمد سمير من بعيد، كرة رايحة فين؟ رايحة يعني هي كرة تخطئ الشباك، لا عبد الواحد ولا حراس المرمى كلهم يقدروا يعملوا لها حاجة. وادي امامنا هنا ارتباك في نادي الزمالك، وكرة في العارضة من عبد الله السعيد، وامامنا هنا العودة من احمد جعفر. نادي الزمالك يحاول يبدأ الهجمة، انطلاقة وتدخل قوي وخطأ لصالح عمر جابر، اللي هو انشط لاعب الزمالك عمر جابر اللي عنده الخطوره. لسه ما شفناش دور نور السيد واحمد توفيق في وسط الملعب. نادي الاهلي هو اللي بيتحكم في وسط الملعب اكتر، حسام عاشور وشهاب ضاغطين على لاعبي نادي الزمالك. نادي الاهلي ما بيتراجعش للخلف زي نادي الزمالك، وبالتالي ما بيبقاش في مساحات للاعبي نادي الزمالك وبيوقفوا هجمات نادي الزمالك. الخطا اللي وقعوا فيه في بدايه اللقاء لم يتكرر، في حين نادي الزمالك يتراجع للخلف، مساحات موجوده، الرقابه واللصيقه والضغط على اللاعبين غير موجوده. وامامنا هنا نور السيد يراوغ في هذه اللقطه، يعرف الملعب ده بشكل جيد، لعب في الجونه قبل ان ينتقل في يناير 2012 للزمالك. ادي الكرات الاماميه، وادي امامنا احمد عيد لكن تصطدم في ظهر احمد فتحي. هنا بقى التوفيق وعدم التوفيق، محمود فتح الله يشيل، فتح الله. الزمالك يبحث عن اداء اورلاندو بايرتس، الاداء اللي كان فيه التزام وكان فيه روح وكان فيه تكتيك من الجهاز الفني، لكن حتى الان الزمالك بعد ما سجل في البدايه عن طريق عمر جابر تراجع، وعادل بعدها وليد سليمان، وسجل احمد عبد الظاهر، واضاع الاهلي
الفرصه الماضيه اللي جت في العارضه من عبد الله السعيد. كورتين لعبد الله السعيد، واحده بجوار المقص الشمال وواحده في العارضه. ادي امامنا هنا التمريره ابو تريكه هيقطع على طول محمد عبد الشافي. شوف الاهلي ماسك وسط ملعب يطلع عبد الشافي، تجد حسام عاشور وشهاب. لو في جماهير بقى كنا سمعنا الاهات وسمعنا التشجيع والحماس من جانب جماهير الناديين. جماهير الاهلي هتكون سعيده اكيد بالاداء والنتيجه حتى الان، وجماهير الزمالك اكيد هتكون بتحتاج لشحن لاعبيها لاستعاده الثقه واستعاده الاداء اللي يعني شفناه في لقاءات الزمالك الاخيره. احمد فتحي طلع ضربه راس، لسه الكره في الملعب. محمد عبد الشافي وربطه لعب الساعه 3 لظروف يعني الاضاءه اللي غير موجوده في هذا الملعب. كلام عن اللعب في اسيوط، كلام عن اللعب في بني عبيد. شفنا يعني لان يعني الجونه والامن البحر الاحمر يعني كانوا رافضين بعد الاحداث اللي حدثت في لقاء ليوبار والنادي الاهلي. ادي استلام على طول احمد عبد الظاهر، وليد سليمان، الكرات اللي في العمق، تحرك حلو قوي المره دي بقى. ابو تريكه، ابو تريكه يا ولد، ابو تريكه، ابو تريكه. لكن عبد الواحد السيد شوف التحركات خلف مدافعي نادي الزمالك والتمريره الحلوه جدا، وبيقطعوا في المساحات الخاليه، بيلعبوا على المساحات اللي ما بين لاعبي الوسط ولاعبي خط الظهر وبيلعبوا خلف المدافعين. ولكن المره دي بقى التالق من عبد الواحد السيد، كرة وانفراد واستلم ابو تريكه وحط المدافع في ظهره. نادي الاهلي غير محظوظ بالمره في الفرص الضايعه، ونادي الزمالك هنا تمريره حلوه قوي من شيكابالا لعبد الشافي. هي دي لقاءات القمه، هو ده طبع اللقاءات. وادي عيد، ادي عيد يلم، عايز يسدد عيد لكن خلاص اتقفلت على عيد، وكره تسديده ومطالبه بخطا، ويتالم احمد عيد عبد الملك ويتالم كثيرا. لكن اعتقد يعني احمد عيد تباطأ جدا في الكره. النادي الاهلي السرعه في التصرف في الكره، السرعه في التحركات، ومتفوق النادي الاهلي لعبا ونتيجه حتى الان. وشفنا اكتر من كره حقيقه من ابو تريكه واحمد عبد الظاهر وعبد الله السعيد اللي سدد النهارده مرتين، كره ثابته بجوار المقص الشمال وكره ارتطمت في العارضه. ادي امامنا هنا سيد معوض يشيل ولكن يكمل كده في قدم احمد عيد عبد الملك، والحكم القريب لا يحتسب شيء. واحمد عيد امامنا هنا بصوت عالي، احتجاج على حكم اللقاء. شوف المساحات اللي خلف المدافعين وشوف التغطيه هنا. وادي تفوق حماده طلبه، طبعا يتفوق عليه ابو تريكه في اللقطه الماضيه وابو تريكه، لكن بقى ينجح باقتدار عبد الواحد السيد في اللقطه الماضيه ويشيلها كده بتوفيق كبير جدا لعبد الواحد السيد. المظهر الحضاري والسلوك الرياضي شيء مهم جدا في ملاعبنا ومن لاعبينا. هذه امامنا هنا لان ده شيء يمس اسم مصر. هذه امامنا هنا الروح الرياضيه، مظهر حضاري. شيكابالا والحديث والحوارات والنقاشات. وادي امامنا هنا، ادي امامنا وائل جمعه وسيد معوض مع شيكابالا وعبد الله السعيد يتداخل. ادي نجوم المنتخب المصري، ادي شيكابالا. لازم الامور تهدأ ولازم النجوم يهدأوا. وادي امامنا هنا عمر جابر واحمد فتحي، وهي دي الروح اللي احنا عايزينها. ادي وائل جمعه مع طبعا شيكابالا، الحديث ما بين شيكابالا محمود عبد الرازق. شيكابالا احد اللاعبين البارزين. ادي امامنا هنا ادي شيكابالا مع سيد معوض، تصرف مرفوض من شيكا وردة فعل طبيعيه من اللاعب سيد معوض، لكن في احداث قبلها عشان برضو البعض يقول لك هنا، لكن في احداث وهو ده المطلوب امامنا اهو. ادي شيكابالا راح لسيد معوض وعبد الله السعيد، وعلى طول استدعاء من حكم اللقاء للاعبين. امامنا شيكابالا وسيد معوض، ممكن يعني حدث بعض الامور وحكم اللقاء اليوم نيانت يستدعي الاثنين، ممكن يدي انذار لشيكا ويدي انذار لسيد معوض، لكن حكم اللقاء يعلم حساسيه اللقاء، يعرف ظروف والاجواء الموجوده، وعشان كده الهدوء يعود بعد يعني نقاش ما بين نجم شيكابالا دفع سيد معوض، ولكن لا نعلم ما دار. احيانا يعني البعض يتحدث مع زميله باللسان، الرد الفعل بيكون بالايد، لكن احنا لا عايزين لا لسان ولا ايد، احنا عايزين الهدوء وعايزين الاتزان وعايزين الروح الرياضيه وعايزين المظهر الحضاري. يهمنا قوي تاهل المنتخب المصري ان شاء الله الى كاس العالم، واحنا على اعتاب هذه المهمه مع برادلي وضياء السيد
والجهاز الفني وطبعا الموجودين وزكي عبد الفتاح، ونتمنى التوفيق للمنتخب التونسي بعد عودته، وايضا نتمنى التوفيق لمنتخب الجزائر والاردن ان شاء الله. ادي امامنا هنا الخطا، ادي وائل جمعه، لكن فين بقى اللاعب اللي يتوقع، لكن ما فيش توقع، يقلش وائل جمعه ويتدخل مره ثانيه زملائه. استلام بثقه من وليد سليمان اللي عمل مباراه كبيره قوي. وليد استلام من وليد لعبد الظاهر، سجل وليد وسجل احمد عبد الظاهر. ادي امامنا حسام عاشور، دينامو لا يهدأ في وسط الملعب حقيقه. شهاب وحسام عاشور لاعبين دور مهم قوي في وسط الملعب، حركوا امام لاعبي الدفاع ويقفلوا وبيساندوا وبيعملوا ضغط لما يفقدوا الكرة، وبالتالي هم اهم عناصر التفوق النهارده مع تحركات وليد الحقيقه مميز جدا في لقاء اليوم، وايضا تحركات عبد الله السعيد وابو تريكه. وشفنا احمد عبد الظاهر لما جات له كوره استغلها وسجل منها، وبالتالي الاهلي يعني متفوق وان كان له اكثر من كوره في هذه المباراه. الزمالك شفنا كوره احمد جعفر اللي استلم رمي التماس ولف وسدد ومرت بجوار المقص الشمال، وشفنا كوره عمر جابر العرضيه اللي لمست في راس عبد الظاهر وارتطمت في قدم وائل جمعه ثم في قدم حماده طلبه وانقذها الحارس شريف اكرامي. نادي الزمالك يحاول، نور السيد، شيكابالا الضغط النفسي والعصبي والتوتر ياثر. تغطيه حلوه قوي من احمد فتحي لحسام عاشور لوليد سليمان. شوف الادوار والمسانده، الجبهه اللي عامله شغل كبير قوي، جبهه احمد فتحي ووليد سليمان. وده احمد عبد الظاهر يسقط يستلم، خطا على محمود فتح الله. نادي الاهلي تأشيرة الوصول للمربع الذهبي، تأهل نادي الترجي نهائي العام الماضي. الاهلي تفوق على الترجي النادي التونسي، وتأهل الاهلي للمرة الرابعة في تاريخه لكأس العالم للأندية اللي كانت في اليابان، ولكن النسخ الثلاثة القادمة ان شاء الله هتكون في المغرب انطلاقا من النسخة القادمة في 2013 من 10 ل 20 ديسمبر القادم بإذن الله. 41 دقيقة متفوق النادي الاهلي حتى الآن في ملعب في هواء شديد جدا قبل اللقاء كما علمنا من الزملاء اللي في ارض الملعب. ادي امامنا التمريره، لكن الكره الطويله سهله قوي لشريف اكرامي، سهله لشريف اكرامي. الزمالك يستعجل الفوز، وعندما يسجل يبدا في التراجع المبالغ فيه، في يعني حاجه نفسيه مؤثره جدا للاعبي نادي الزمالك، لان الزمالك لم يفز على الاهلي منذ ان فاز بهدفين تامر عبد الحميد وجمال حمزه في الدوري في 2007 21 مايو 2007، يعني 6 سنوات وقرابه ال3 شهور يعني الفوز الاخير للزمالك على الاهلي. وهنا امامنا انطلاقه نور السيد، نور حماده طلبه، كرات الطوليه لنادي الزمالك خلف المدافعين. هنا الارتقاء العالي يلمس على طول احمد جعفر عمر جابر، لكن مقطوعه. النادي الاهلي العوده السريعه والتدخل من شيكابالا مع عبد الله السعيد. ادي الحماس من شيكابالا في اداء الدور الدفاعي، وممكن هو يصاب في مثل هذه الكرات. شوف دخل من الخلف هنا مع عبد الله السعيد، عامل مباراه طيبه مع عبد الله السعيد، سدد الفاول اللي على حدود منطقه الجزاء في الدقيقه 12 بجوار المقص، وحط كره الاجمل في اللقاء. صحيح في 3 اهداف، لكن كره عبد الله السعيد هي الاجمل، وشفنا المساحه اللي تركها له الدفاع، وكان بالتحديد الرقابه عليه من احمد سمير. محمد عبد الشافي، شفناش الادوار الهجوميه من عبد الشافي ولا من احمد سمير. الزمالك بيعتمد على انطلاقات عمر جابر وعلى تمريرات شيكابالا، واحمد عيد لم يظهر بعد في لقاء اليوم. احمد عيد عكس لاعبي النادي الاهلي، الاداء الجماعي متفوقين فيه، والاداء الفردي ايضا متفوقين فيه، ومتقدمين 2-1، والعديد من الفرص ضاعت من النادي الاهلي في هذه المباراه. ادي استلام، تحرك من وليد سليمان، يشيل على طول محمود فتح الله. الزمالك بيشتت. ادي امامنا وائل جمعه، كره مقطوعه، كره وائل. لاعبي نادي الزمالك لازم يلعبوا بشكل افضل من كده على الاخطاء الدفاعيه الموجوده في دفاعات النادي الاهلي، ويكون في نوع من التوقع لهذه الاخطاء. ادي امامنا وائل جمعه، ادي وائل 38 سنه لكن عطاء كبير مع النادي الاهلي، 113 مباراه دوليه، وكان اصيب بكدمه في كره مشتركه مع عبد الله السعيد، ويعني من اللاعبين الملتزمين والمنضبطين. ولكن طبعا لاعبي نادي الزمالك بقى لازم يستغلوا حته السرعه نتيجه التقدم في السن لنجم كبير ورمز الحقيقه من رموز كره القدم المصريه. ادي امامنا التحرك من جانب سيد معوض، كره مقطوعه. شوف الجبهه اليسرى سيد معوض وعبد الله السعيد، الجبهه اليمنى احمد فتحي
ومعاه وليد سليمان. وادي امامنا هنا شهاب يقع في ارض الملعب، ياخدها على طول شيكابالا. الزمالك شيكابالا الهجمه السريعه، استلام من احمد عيد. احمد عيد بيفكر دايما في المراوغه، وادي احمد عيد يدخل في العمق يسدد. عيد كره حلوه من احمد عيد، اول مره احمد عيد بقى يعمل الصح ويدخل في العمق. شفناه بيراوغ ويروح في الطرف ولعب عرضيه كان لاحمد جعفر، المره دي يدخل في العمق ويسدد، وكره قويه جدا زاحفه ولكن يتالق شريف اكرامي، وكره التعادل بتضيع من الزمالك من احمد عيد عبد الملك المسدده في الدقيقه 44 دقيقه، و2 الاهلي 1 الزمالك في الجوله الخامسه ضمن المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا 2013. ناديين بينهم 12 لقب، ولقب للاسماعيلي 13 لقب مصري في هذه البطوله. الاسماعيلي كان اول الانديه القابه في هذه البطوله. كره ملعوبه خطره جدا خطره جدا خطره جدا، هنا ما كانش متسلل احمد عبد الظاهر، تطلع الى خارج الملعب. تغطيه العكسيه من ظاهري الجانب في نادي الزمالك غير موجوده. عبد الشافي واحمد سمير. وادي امامنا هنا دكه البدلاء، ادي دكه البدلاء في نادي الزمالك، موجود فيها جنش زي ما قلنا، وموجود فيها حازم امام واحمد حسن واسلام عوض وسعيد قطه ومحمد ابراهيم واحمد ناصر. ونادي الاهلي بدلاء النهارده احمد عادل واحمد شديد دومينيك واللاعب تريزيجيه والسيد حمدي واحمد شكري شريف عبد الفضيل. وخارج القائمه سعد سمير وعمر جمال ومانجا، والموقوف طبعا رامي ربيعه والمصاب عماد متعب. تدخل ضربه بالراس كده يسقط فيها لاعب النادي الاهلي. ادي امامنا هنا التحرك، محاوله المرور، عبد الله السعيد، استلام من احمد عبد الظاهر. احمد عبد الظاهر، شوف لاعبي نادي الزمالك ابتدوا يضغطوا على لاعبي النادي الاهلي بعد لما يستلم الكوره. وادي اليوم نيانت يحتسب خطا على نادي الزمالك مع احتجاجات من لاعبي نادي الزمالك. اليوم نيانت خلاص شفناه في اللقاء واللعيبه حفظته ما بيفوتش. ادي امامنا الكوره والصراع ما بين محمود فتح الله واحمد عبد الظاهر، دايما يستلم عبد الظاهر وبعدين يفكر فتح الله يضغط. لازم المدافع يكون عنده السبق، يكون عنده القوه. و3 دقائق بيشير بيهم ميندينج، جيروم ميندينج الكاميروني الحكم الرابع في لقاء اليوم. 2 الاهلي 1 الزمالك في شوط اول. لو قسمناه الفترات، ربع ساعه الاولى كانت في منتهى القوه، شافت 3 اهداف في اللقاء. عمر جابر في الدقيقه الرابعه من نادي الزمالك سجل وتقدم، عادل وليد سليمان في الدقيقه التاسعه، ثم عبد الظاهر بضربه راسيه بعد ربع ساعه. نادي الاهلي سيطر بعد ذلك واتيحت له العديد من الفرص، وكانت ربع ساعه للنادي الاهلي وشفنا فيها محاولات عبد الله السعيد وتريكا اللي يعني شفناه سدد اكتر من كوره، وعبد الله السعيد كوره في العارضه وكوره بجوار المقص وكوره ثابته. نادي الاهلي كرات الثابته، نادي الاهلي نادي الزمالك المحاولات تركزت في كره احمد جعفر بجوار المقص وعرضيه شيكابالا، وارتباك كان في عرضيه عمر جابر وحماده طلبه ارتطمت في قدمه كره وائل جمعه انقذها شريف. ثم كره الاخيره اللي كانت من احمد عيد في الدقيقه 44 تسديده وتصدى ليها شريف اكرام. ما ننساش ايضا عبد الواحد تصدى لانفراد لابو تريكه. كره مسدده المره دي، كره من عبد الله السعيد ترجع مره ثانيه. النادي الاهلي يسيطر ويتحكم في اللحظات الاخيره من الشوط الاول ومتقدم 2-1. لمسه حلوه في الجانب اليمين، ادي امامنا احمد فتحي، شوف استلم الراجل وفي مساحه، لكن الروح الرياضيه بقى واقع في ارض الملعب في كره صدمت في وجه محمود فتح الله. امامنا هنا مدافع الدولي ومدافع نادي الزمالك. ادي محمود فتح الله، شوف كره قويه ابو تريكه ترتطم كورته في وجه محمود فتح الله. كرات الثابته ابو تريكه انفراد كان في الدقيقه 36، وكره في العارضه في الدقيقه 32 كانت لعبد الله السعيد. وادي الكره الثابته من ابو تريكه. واحمد فتحي بقى بروح رياضيه عاليه بعد ما شفنا يعني نقاش ما بين شيكابالا وسيد معوض، وتدخل حكماء الفريقين ويعني هدأوا من الامور، وحكم اللقاء اكتفى بالتحذير الشفهي. شوط اول في القمه الافريقيه بمذاق مصري، ومتفوق نادي الاهلي حتى الان بهدفين مقابل هدف على نادي الزمالك في شوط المباراه الاول. نادي الزمالك يبحث عن التعادل، وامامنا هنا الكره تطلع الى خارج الملعب. احمد فتحي ضم من نادي الاسماعيلي، كان لعب في شيفيلد يونايتد وايضا مع كازما وكان اعير الى هال. ادي امامنا احمد توفيق لعبها قويه جدا لكن تطلع لخارج الملعب. تدخل من محمود فتح الله، رمي التماس للنادي الاهلي. بنلعب في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع. الزمالك في حاجه الى مراجعه الاوراق
في حاجة إلى البحث على دكة البدلاء عن حلول لعودة الزمالك وإيجاد رتم للزمالك وإيقاع لعب في الشوط الثاني من اللقاء، لأن الأهلي تفوق على الزمالك في الشوط الأول والزمالك لم يعني يوفق، والأهلي لم يوفق أيضا، لأن الأهلي لو وفق كان يبقى نتيجة 3 و4 1 لو وضعنا في الحسبان تسديدتين عبد الله السعيد وكرة أبو تريكة الانفراد ومحاولات الأهلي والعارضة اللي حمت مرمى عبد الواحد السيد من هدف لعبد الله السعيد دقيقة 32 وانفراد أبو تريكة في الدقيقة 36. الزمالك يحاول ومحاولات، لكن المساحات اللي ما بين شيكابالا وجعفر وعمر جابر بيتحرك كويس قوي، ولكن شيكابالا هنا بقى مهارته شيكابالا يلعب عرضيه وعيد، لكن فين يا عيد كنت هتخلي جمهور الزمالك سعيد احمد عيد هنا وضربه راسيه، لكن شوف شيكابالا لما يجمع لعيبه الاهلي ويطلع الكوره بعرضيه حلوه قوي، واحمد عيد يضيع فرصه التعادل في الدقيقه 44 ويضيع الفرصه في الدقيقه الثالثه من الوقت بدل الضائع. ادي امامنا فتح الله في تحسن لادائه، يقطع المره دي بنلعب في الدقيقه الرابعه، وحكم اللقاء اليوم نيانت ينهي الشوط الاول المثير اللي كان اللعب فيه مفتوح واللي كان فيه تفوق من جانب الاهلي واستغلال للهفوات.